حسألك في كلام انت اصلا حكيته بالاول اللي هو كلنا احنا اصلا بدنا نعرف عنه. في واحده من الريلز اللي نزلتها على البيج على الانستغرام كان في عندك تقريبا بودكاست توك، قلت ايش كثير مهم ورح نبدا منه التوك تبعتنا اليوم. سيف قال ايش انه فعليا هو كان يفكر انه عشان انا اعرف افريلانس لازم اكون بعمل شغل خطير ما حدش بيعمل زي اثنين في السوق، ولكن من خلال خبرته وشغله اكتشف انه لا، الموضوع ملوش علاقه بالسكيل، انا فعلا ممكن اكون بعرف اعمل شغل خطير بس ما حدش بيعرف عني. فبدنا اياك تبدا تحكي لنا عن قصتك في الماركتينج الفريلانسنج. سيف اللي كان بيشتغل كفريلانسر عنده كذا كلاينت، كيف وصلنا للقاعده الجماهيريه اللي عندك على الانستغرام؟ حلو. انا عندي بس سؤال في الاول معلش، مين هنا بيعمل فوق ال 100,000 جنيه في الشهر؟ طب 10,000 جنيه لو في حد بيعمل ما يكسفش. حلو حلو. طيب بص، انا يعني الهدف ان احنا اللي هنقوله او اللي هقوله النهارده ان هو يخليكم تفهموا ان ال 100,000 جنيه دي ده مش رقم خالص خالص. ماشي؟ طيب الفلوس عامه بتروح للاتنشن، لما الناس كلها تبص في حته معينه او ان انا في تركيز على شخص معين او حاجه، الفلوس تلقائي بتروح له. هو ده الجزء اللي هو بتاع الماركتنج. وانتوا اكيد عارفين كلكم بقى ان كان جرافيك ديزاينر، كوبي رايتر، شغالين في ايه بالظبط المجال، هتلاقوا ان في حد انتوا شايفين ان انتوا اشطر منه، انا اشطر منه كتير، ولكن هو بيجي له شغل انا مش بيجي لي شغل. ليه؟ لان الاشهر بيبقى بيشتغل اكتر من الشخص اللي هو الاشطر. فلازم في الاول قبل اي حاجه، عشان بس حته الماركتنج تبقوا عارفين انتوا في اني فيز، الليرنينج فيز ولا الفريلانسنج فيز. لان في ناس بتقع في الحته دي اللي هي بتاعت يعرفوا يماركتوا كويس جدا ويقولوا للناس انا بعرف اعمل 1 2 3 4، ولكن هو مش بيعرف يعمل ده، فيخش في الحته اللي بتاعت الامبوستر سيندروم، او اللي هو ان اكنكم مثلا باينين للناس ان انتوا اغنياء وقلتوا للناس ان انتوا اغنياء، فكده مطالب ان كل مره تنزلوا يبقى باين ان انتوا اغنياء، بس انتوا انفاكت انتوا مش اغنياء. فهي دي الحته اللي معظم الناس تقع فيها، اللي هو انا جامد قوي انا بعمل كذا، ولكن هو مش ده. فهنا بنبدا ان احنا بقى نماركت. ان احنا في الاول خالص لما انا بدات من سنتين ولا حاجه، ما بداتش ان انا بقول للناس ان انا جامد مش عارف ايه، ولكن بدات بقول لهم انا ده اليوم الاول ان انا بتعلم مثلا 3 دي، بشارك عادي يعني ده كذا. واللي حصل ان ببساطه انا كنت قاعد شغال واختي راحت قالت لي بقول لك ايه اللي انت بتعمله ده، ما تنزله على تيك توك ولا مش عارف ايه. قلت لها ده ما يعني حاجه ما حدش يعرفها، يعني ما حدش هيفهم ده ايه اصلا. قالت لي نزل بس. نزلت لقيته جاب 30,000. قالت لي نزل واحد تاني بسرعه جاب 50، واحد تاني بسرعه جاب مش عارف ايه. فالناس بتبدا ان هي تصدقكم لان انتوا بجد بتحكوا اللي بيحصل بجد، اللي هو انا ده اللي انا بعمله، انا بتعلم ومش عارف ايه. فتلقائي هتلاقوا ان في حد بيجي الو الاخبار، تعرف تعمل كذا؟ بعرف. فالشغل يبدا يجيب نفسه. هو ده الاتنشن اللي هو التركيز، ان انتوا تخلوا الناس كلها بتبص لكم. كل ما ناس اكتر تبص كل ما فلوس اكتر بتيجي. فاهمين؟ ده بالنسبه للحته اللي هي بتاعت البيرسونال براندنج يعني، او ان انتوا تبداوا تطلعوا للنور. لان في حته الماركتنج زمان ده اللي هو يعني ايام ابهاتنا او الكلام ده، طبعا بابا لو قاعد هيتخانق معايا بس دي الحقيقه يعني. الماركتنج كان ازاي؟ كان ان لو احنا مثلا في المنطقه اللي احنا فيها دي، فعايز اقول للناس ان انا فتحت محل عصير، ايه اللي بعمله؟ بطلع اقول للناس انا فاتح محل عصير، بعلق فلايرز. فالزون بتاعتي ضيقه قوي. هنقول مثلا هنا لو انا جامد جدا هخلي الناس يروحوا مصر الجديده، ده كان اخري زمان. طب دلوقتي لا، دلوقتي انت نزلي فيديو وشوفي هيروح فين، يعني هيروح مكان ما هيروح فعلا. وفي تيبس اند تريكس بتخليكي تحطي الفيديو في حته معينه، يعني في بلاد معينه. يعني احنا في حاجات عملناها تخلي الفيديو ده مثلا يطلع في عمان، يطلع في العراق، يطلع في حتت معينه. فهو لو انتوا ما استغلتوش اللي احنا فيه دلوقتي في حته ان هو يعني ان انا لو طلعت للناس ورحت متكلم وقلت انا عملت كذا، انتوا حرفيا سايبين فلوس في قدامكم هنا 10 مليون جنيه 100 مليون جنيه قاعدين بتتفرجوا عليها وسايبينها مفيش خالص. فعشان كده بقول لكم في الاول لما بدات في الحته اللي هي بتاعت ال 100,000 جنيه، 100,000 جنيه يعني كام كلاينت مثلا؟ حد يدي رقم كده يعني، عشان لو انا مثلا هدي خدمه مثلا ب 10,000 جنيه يعني 10 كلاينت. طيب لو انا نزلت في الشهر كل يوم الريل الواحد بيجيب مثلا 100,000 او 10,000، صعب تجيب 10 او صعب نقنع 10؟ سهل جدا. انما لو انتوا ما بتقولوش محدش يعرفكم. ما هو انا ما اتكلمش، انا ما قلتش للناس ان انا موجود في الدنيا، كاني فتحت محل وبشتكي ان انا ليه ما حدش يعرفني عشان انت ما قلتش. يعني هي سيمبل جدا. فهي دي الجزئيه بتاعت الماركتنج يعني. تمام. طيب احنا من هذا
الكلام بدنا نروح لسؤال ثاني له علاقه بالشركات اللي اشتغلت معنا. هلا على فرض مثلا الريل الخاص بالاعلان الخاص بيتزا هات، اعتقد شفتوا كان في اظن اثنين قاعدين بياكلوا بيتزا وحد بيصورهم وفي روبلوكس هيك. هلا اول شيء بدي اسالك عليه فكره من وين اصلا اشتغلت مع بيتزا؟ هل هي كونكشنز؟ هل كلاينت مباشره اجى لعندك؟ هل مثلا بي ار ايجنسي؟ يعني فكره انه نشتغل مع اسماء بهالحجم في السوق كيف اجت؟ كيف صار الموضوع؟ الشغلانه بتاعت بيتزا هات دي كان كنت نزلت ريل، مش فاكر الريل ده كان جاب تقريبا 3 مليون على انستجرام وجاب على كله تقريبا 5 مليون حاجه كده. فجالي منه دي امز كتير والكلام الحلو ده كله. فبنبدا ان احنا نفلتر بقى، احنا عايزين خلاص. هو طبعا المتعه في الموضوع ده ان انتوا بتبقوا جامدين قوي لدرجه ان انتوا بتفلتروا اللي انتوا عايزين تشتغلوا معاهم. يعني انتوا لان الحته دي مهمه جدا لما بتبقوا فريلانسرز او عايزين تجيبوا شغلانه ومفيش حد، يعني مفيش ناس كتير، فلما بتشوفوا واحد بتقفشوا فيه اكنه اللي هو ايه، انت لو رحت انا هموت، لان انت الوحيد اللي معاك ال 5000 جنيه دي. ولكن ان فاكت لو بصيتوا في العالم في كميه ناس كتير قوي تقدروا يعني تشتغلوا معاهم او كده. فلما يجي ان انتوا تنزلوا فيديو ويجي لكم فيوز كتير، دي من الاخر عامله زي اللي هو ايه، اقول لكم ان مثلا 10 كلموني، فلما اقول لل10 السعر بتاعي وال10 يرفضوا، يبقى المشكله في ال10 ولا فيا. فهي الفكره في الكونتنت او في ان انتوا ناس كتير تكلمكم هو الريبس، اللي هو 10 كلموني قلت السعر، ال10 رفضوا، يبقى في مشكله فيا، فبنبدا نحسنها. ف5 وافقوا، فبنبدا نعمل ده. هو ده اللي حصل بالظبط في بيتزا هات، ان هو الكلاينت كلمني، لكن هي كانت ايجنسي. الايجنسي دي اللي ماسكه بيتزا هات وبرجر كينج في الكويت. تمام. فقالوا لي الفكره ومش عارف ايه. وعلى فكره الشغلانه دي ما كنتش عملتها قبل كده خالص في حياتي، ما عنديش خبره فيها، عشان برضو الناس اللي هي بتبقى حاسه اللي هو انا جالي شغلانه بس انا مش عارف ازاي بعملها. دي بترجع لان في ناس كتير بتعرف تعملها عادي. يعني ما انت ممكن تروح تسال صاحبك، اسال الناس اللي بتعرف. مش لازم دايما الاحساس اللي هو بتاع الوان مان شو اللي هو سيف بس. حتى في الريلز بتاعتي دايما بقول احنا الناس، احنا مين؟ هو مش انت لا ده احنا، هو مش انا بس، ده انا وكم واحد تاني. ولكن اللي طالع في الصوره هو انا اللي مجمع الناس دي وانا اللي مش عارف ايه، بس هو احنا عشان الناس بتحس اللي هو لا دي شغلانه انا مش هعرف اعملها. فلا في حد يقول لي الفلوس لا، مفيش حد يقول لي الفلوس لا. فهو الكلاينت جه كلمني واتفقنا على كل حاجه. والبادجت دي بقى بتبقى محتاجه تفكير شويه او تركيز شويه. ان مثلا لما حد زي بيتزا هات او حد براند كبير يجي يكلمكم، ما ينفعش نطلب سعر قليل، لان انت لو طلبت سعر قليل يبقى المشكله، يبقى هو هيخاف منكم. يعني ما ينفعش اخش نايك والاقيه بيقول لي الجزمه ب 500 جنيه، هتروح راجع كده تبص تاني فوق، وانا داخل نايك ولا انا داخل فين؟ انتوا داخلين عارفين انتوا رايحين تشتروا ايه، انتوا عارفين ان ده سعره كده. وبرضه في نفس الوقت لما بيجي مثلا براند يكلمني، مثلا اللي هو الفتره دي اللي منتشر اللي هو اللوكال براندز، الهوديز والكلام ده، وببقى شايف الصوره، انت صغير في السن، مش هينفع اقول لك لو قلت لك 2000 جنيه دي بالنسبه له جنان، يعني مفيش الكلام ده. فالفهم بتاعي اللي هو مين اللي بيكلمني دي لوحدها محتاجه وعي. اللوكيشن بتاعه فين؟ هو في مصر. احنا عارفين ان في مصر مش معناش فلوس، ولكن مش بنصرف فلوس قوي في الحته دي. مش ما عندناش الفهم مثلا قوي بتاع ان قد ايه الكوبي رايتنج مهم، قد ايه الكرييتيف مهم، قد ايه الانيميشنز مهمه. طب في السعوديه لا فاهمين جدا، لان انتوا شايفين ان البلد دي اصلا بتتطور دلوقتي. فانتوا برضه لازم تبقوا فاهمين العمله بتاعت البلد ايه. يعني انا مع الوقت فهمت ان في دول لا هم كده، ومصر هنا كده. طب مصر جامده في ايه؟ مصر جامده جدا في الفنانين عامه. يعني مستحيل دي انا يعني مؤمن بيها جدا. الفنانين عامه في مصر كل الدول بيجوا هنا عشان يشتغلوا معانا احنا، لان هم بره يعني هو انا بحس ان ربنا الناس للناس، يعني هم اللي عندهم البيزنس بس هو مش هيقوم غير بينا، فهم اللي بيصرفوا واحنا اللي بنقومه، فهي بتبقى كده. تمام. في سؤال؟ اتفضل. هو سؤال بالنسبه لحته انه طلب مني حاجه، يعني ايجنسي او كلاينت، وانا ما عملتش ما عملتهاش قبل كده، بس انا ككلامه. طب ما هو بيطلب مني مثلا حاجات انا ما عملتهاش قبل كده، او بورتفوليو او بريفيس وورك، فانا ما عملتهاش، فهو ازاي هياخد فلوس؟ بصي، لو الكلاينت هو اللي جاي يكلمك مش انت اللي رايحه تكلميه، فهو انت اوريدي اصلا عديتي 50% من البيعه. يعني لما تخشي محل مثلا نايك تاني، نرجع للنقطه دي، اكيد مش تقولي لهم معلش قول لي ايه اللي يخليني اشتري من عندك، انت اللي داخل. يعني انت اللي جاي لي، انا مش جاي لك. فهي الحته دي بتبقى كده. طبعا ممكن يطلب منك شغل او حاجه، وفي الحاله دي خلاص ممكن يعني خلاص عادي. ولكن هو اوريدي كان جاي لي وبتعرف تعمل ده، بعرف مش عارف ايه، وخلاص بتكمل. لان دايما اول طلعه هي اللي هي الصعبه، واول يعني اول فلوس عامه او اول اي حاجه في الدنيا هي اللي صعبه، او قبلها ما بيبقاش فيه الشغف قوي. ولكن اول ما بنمسك فلوس
خلاص هتكمله. ما حدش بيقف. يعني ايه اللي يعني لو انا دلوقتي نزلت، انا كنت بتكلم مع باتول في الجزئيه دي، لو انا نزلت مثلا ريل او فيديو او حاجه وجاب مثلا جالي منه 5 كلاينت، طب انا عايز 10 اعمل ايه؟ حاجه انزل واحد تاني. فاهمين؟ فاللي هو هي كده، اللي هو الحاجه اللي خلتك تنجحي في الحته دي تعملي منها. طب لو جالك مثلا كلاينت وسالك في حاجه زي دي انت مش بتعرفي وراح، ده معناه ان انت تفهمي ان هي حاجه مطلوبه، فتعملي ايه؟ تشتغلي على حاجه بيرسونال في الجزئيه دي. هو هتلاقي دايما البيزنس او في الفلوس او في الحاجات دي عباره عن المشكله دي رخمه، ولكن بمجرد ما بتتحل بيطلع مكانها فلوس على طول. اول ما بتتحل بتتفرع لمشاكل تانية. عامه المشاكل دايما موجوده، يعني هي دايما موجوده، ولكن المشكله مثلا حلها ب 5000 جنيه، اول ما بتتحل 50000 جنيه 100000 جنيه مش عارف ايه وهكذا. بس معنى كده ان السوشيال ميديا بلاتفورم زي الانستجرام والفيسبوك والتيك توك دول بالنسبه للفيجوال ايدنتيتيز او بالنسبه للشغل الجرافيكس اصلا ده بيكون يعني ليه سلطه او ليه قيمه ان هو يجيب لي شغل اكتر مثلا من البورتفوليوز او ان انا اعمل تي في او لينكد ان او يعني بصي البورتفوليو لوحده اكنك عندك، معلش انا هرجع تاني لموضوع المحل ده، مش عارف ليه ماسك فيا، بس اللي هو اكنك فاتحه محل برضو في جزم حلوه جدا ولكن مش حاطاها على الفاترينا، فاهمه؟ اللي هو يعني انت عندك حاجات حلوه جدا جوه عايزه الناس تخش لك، فالناس هتخش بالديستريبيوشن اللي هو ان انت بتقولي للناس اللي هو انا بعمل كذا، إيه انت بتعمل كذا، طب ممكن اشوف انت بتعمل ايه. انما الخطوه اللي بتاعت ممكن اشوف انت بتعمل ايه دي مش هتيجي غير لما يعرف انت بتعمليها، فاهمه؟ يعني هو الموضوع كده. هي فعلا كلمه ديستريبيوشن دي اللي هو كل ما توزعي اكتر للناس، لان لو فكرتوا فيها الكلاينتس فعلا او الناس اللي معاها الفلوس مش هتخلص، لان في ناس موجوده دلوقتي دول هيطلبوا منك، الناس دي هتموت او البيزنس هيفشل، وفي يعني عايزكم تسيرشوا يوميا في كام بيزنس بيفتح اصلا عشان تبقوا عارفين. يعني انا اشتغلت مع سمول براندز معاهم كميه فلوس مرعبه، بس دول مش هتوصلي لهم ليه؟ لان هم مش موجودين على السوشيال ميديا، فلازم هم اللي يوصلوا لك. يعني بيتزا هات او الناس دي البيج براندز، يعني غلط اصلا ان انا ببص على الناس دي. يعني لو انتوا لسه بتبداوا ايه اللي يخلي يعني ما بتجيش كده، ولكن الناس الصغيره اللي لسه بتبدا هم اصلا ما عندهمش حاجه لا سوشيال ميديا ولا اي حاجه، عايزين يبداوا مثلا يعملوا ديزاين، فهم انت مش هتعرفي تروحي تكلميهم، ولكن هم موجودين على فكره معاهم موبايلات زينا، فاهمين؟ فبيقلبوا برضه بالليل قبل ما يناموا، فهم بيقلبوا بيلاقوا سيف، ايه ده؟ تك تك تك. ده بقى بتحصل مع 5 10 20، بتلاقوا خلاص الفلوس بتيجي بقى بالمنظر ده. طيب الكلام هذا يودينا لسؤالين برضه. هلا اي حدا برضه شاف الانستغرام، الاكونت انستغرام لسيف، بيلاحظ انه بالاول كنت بتعرض شغلك، قلت لك الكلام هذا. يعني كان مثلا بيورجي البرودكت اللي بيعمله بيشتغل عليه، بس ممكن يكون في هيك باك جراوند ميوزك وذاتس ات. بتطلع شوي لفوق تعمل سكرولينج بتلاقي الموضوع اختلف، لا بدا سيف يعمل ريل، في في او، في حدا عامل فيديو اديتنج، المقاطع تركبت على بعض، في كونتنت. فهذا يودينا ايش؟ انه الماركتنج استراتيجي اختلفت من سنه لهلا. بس على فكره انا اللي بعمل اديت وانا اللي بعمل كل حاجه، عشان ما دي برضه عشان الناس بتبقى فاكره اللي هو انتوا محتاجين. يا جماعه انا لو وريتكم يعني بجد، فين هي اختي هنا على فكره هي عارفه اهي، لو وريتكم المكتب بتاعي اللي عملت منه كل حاجه هتتصدموا من المنظر. حتى يعني بابايا كل يوم بيخش يروح عامل كده يقول لي التراب ده، يعني اللي هو من كتر ما الدنيا يعني الصوره اللي في دماغكم اللي هي بتاعت الفلوس بتيجي، لا ممكن تيجي من حته من حاجه غريبه جدا يعني. فالاستراتيجي عامه الناس بتحب جدا القصص اللي هو ان انت تطلع تحكي، اللي هو لما اجي اقول لكم ده اللي انا عملته، او اللوجو مثلا انا عملت اللوجو ده، الموضوع ده اللوجو ده هنا شايفين دي، لقيت البراند كانت رابطه لطرحه مش عارف ايه، فشفت مش عارف ايه واللون، الموضوع ممتع يلا نتفرج. فهو عامه الستوريز، انتوا حتى احنا كبني ادمين بنحب نقعد نتكلم مع الناس ونسمع منهم القصه مش عارف ايه. طب القصص دي بجيبها منين؟ هي فعلا بتحصل مع الكلاينت. كلاينت اتخانق معايا، ما اطلع احكي للناس، ما الناس كلها يعني عادي. اصلا ان انتوا تحكوا الصوره الكامله احسن بكتير جدا من ان انتوا تبينوا للناس ان انتوا بيرفكت 100%، لان الناس كلها عارفه، انتوا كلكم عارفين مفيش حد بيرفكت 100%، وكلكم عارفين ان احنا كلنا عندنا مشاكل. فهي الاستراتيجي بتاعت القصص دي، ان انا عامه من النوع اللي هو بحب اجرب حاجات كتيره جدا. انا ضد اللي هو ان انا ده البراند بتاعي انا بعمل الطريقه دي ومش عارف ايه، لان في فيديوهات ممكن تجيب مثلا يعني اكتر فيديو جايب عندي على الانستجرام فيديو جايب تقريبا 6 مليون فيو، ما جاب 0 فولو، ما جاش منه اي حاجه، عباره عن حاجه كوميدي كده وفيديو ملوش لازمه، بس جايب 5 مليون فيو. ليه لازمه؟ لا.
طب في فيديو تاني بشرح حاجه في ال 3 دي، بقول دي معلومه مش عارف ايه كذا كذا كذا، جايب كميه فيوز وكميه فولو من الفيديو ده كتير جدا. فهو الاستراتيجي ان انتوا تفهموا ايه اللي الناس بتحبه. الناس ببساطه بتحب ان هي تشوف الشخص اللي بيتكلم فعلا عايز يديهم حاجه. لو انا بتكلم معاكم بقول كلام كله فلاف، اللي هو من الاخر انتوا عارفين مثلا ان انا معايا فلوس، بس انت مش عايز تقول لي انت جبت فلوس ازاي، بتحسوها صح؟ اللي هو انت جبت فلوس بس انت في حته انت مش عايز تقولها. طب لما تقولوا كل اللي عندكم، الناس ساعتها لما بتيجوا تعملوا حاجه بفلوس، لا ده اللي ببلاش اداني كل حاجه، طب اللي بفلوس هيديني اكتر. مع ان الناس بتحس دايما حته اللي هي انا لو قلت الناس هتاخد مش عارف ايه، يا جماعه اقسم بالله مفيش الكلام ده خالص، حتى يعني ليه علاقه بالدين وكده، بس ايه اللي هو يعني في اي ديانه في الدنيا اللي هو ده امهاتنا كانوا بيقولوا لنا كده، اللي هو يعني ربنا يحبب فيك خلقه ومش عارف الناس كلها تحبكم، فلما الناس بتحبكم الناس تبقى عايزه ايه تساعدكم. حد عارف اوديز؟ اكيد عارفين اوديز اللي هو البراند مش عارف ايه، هو ده كده، هو الهودي بتاعه يعني في حاجه مميزه قوي، هو هودي عادي زي اي هودي ولكن الناس حبته فعايزين يساعدوه. نفس الكلام في الجزئيه دي، الناس لو حبتكم واديتوهم حاجه فعلا هتلاقي ان هم تلقائي عايزين يكبروكوا. فهي دي الحته بتاعت الاستراتيجي. انا ببساطه ان انا بجرب انواع كتيره. انا في حاجه بعملها يعني عايز كلكم تعملوها، انستجرام فيه سيف للريل. لو فتحت لكم موبايلي دلوقتي انا في ان انتوا تعملوا كاتيجوري، فانا بقلب دايما بالليل، فطبعا عايز اقول لكم ان انتوا اي حاجه بتشوفوها بالليل بتصحوا بتنسوها، يعني هي مش موجوده. فانا عامل فيه كده، انا بحب العربيات قوي، فعامل كاتيجوري اسمه كارز عشان افضل اشوفه، عشان اشوف العربيه فاللي هو اكره حياتي فابقى اشتغل عشان عايز اجيبها ماشي. وفي واحد تاني اسمه ريلز، كميه افكار للريلز مش طبيعيه، عشان انتوا بتقولوا اللي هو طب انا ما عنديش فكره او مش عارف ايه، ما عنديش حاجه، وانا مثلا عندي كورس فعامل كورس ماركتنج مش عارف ايه. ده قبل ما بنام خلاص سيفت، خلاص بقى عندي كده متلازمه قاعد عمال اسيف مش عارف ايه، بصحى الصبح كميه حاجات موجوده، افكار مش طبيعيه بقى، يلا نقعد نعمل. فهي دي الاستراتيجيز. فبجرب، لقيت حاجه فشلت جابت مثلا 5 فيو او حاجه، يلا مع السلامه اللي بعده، ونقعد نجرب لحد ما حاجه تنجح. فتبقوا عارفين المفتاح. دي بقى الجزئيه اللي هي بتاعت ان انتوا مثلا بتبقوا عارفين ان في مثلا ريل ده بيجيب لكم كلاينتس كتير، فانتوا دلوقتي عارفين المفتاح ده معاكم والباب اهو، فتحتوا الباب جالكم مثلا 5 كلاينت، هل هتستحملوا اكتر؟ لا، تروحوا قافلين الباب. دي هنا بقى الصياعه بقى، هنا دي اكتر حته بقى جامده في السوشيال ميديا، ان انتوا توصلوا لمرحله ان انتوا عارفين كويس قوي ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، ومعاكم المفاتيح كلها. لان لو فتحتوها على الاخر يعني الطمع يقل ما جمع، لو فتحتوا كل حاجه على الاخر هتلاقوا ان انتوا مش هتعرفوا تهندلوا الدنيا. طبعا نامل ان احنا نوصل للمرحله دي، يعني احنا الهدف ان احنا نوصل لمرحله اللي هو ان احنا نبقى بننزل ريل او حاجه بيجيب كتير جدا، ولكن لقدام لازم تعرفوا ان بتبقوا عارفين ان يعني في ناس بحسها بتمشي اللي هو الريل ده نجح عشان الالجوريزم مفيش حاجه اسمها كده. هو انستجرام هدفه ان هو فيديوهاتكم تطلع للناس عشان الناس تدفع بيد ادز. يعني هو انستجرام هدفه ايه او فيسبوك هدفه ايه؟ ان انتوا تقعدوا اكتر على المنصه، صح؟ تقعدوا اكتر ازاي؟ ان في ناس شطار بينزلوا كونتنت حلو فانتوا الواتش اور بتاعكم بيزيد. فلو انتوا ناس شطار وبتنزلوا حاجات حلوه فهو انتوا كده تمام، هو عايزكم تكبروا. ولكن ازاي تكبروا؟ ان انتوا تفهموا سيكولوجيه بقى البني ادمين، الناس بتحب تتفرج على ايه. عشان كده انا دايما من نوعيه الناس اللي هو كرييت الحاجه اللي انتوا تحبوا تشوفوها. يعني انتوا بتحبوا تشوفوا ايه؟ انتوا بتقلبوا ده وقفكم، ده وقفني ليه؟ انا هعمل زيه. انما لو انتوا بتعملوا حاجه انتوا نفسكم مش هتتفرجوا عليها، يعني انا من نوعيه الناس اللي هو لما بتفرج على ريل او حاجه ببقى مغرم بيه بشكل مش طبيعي، بقعد اللي هو عمال اتفرج عليه حتى لو عادي، بس قاعد عمال اتفرج. فهي دي الجزئيه ان انتوا تعملوا الحاجه. في الليرنينج بروسيس انا اصلا بشوف، يعني انا بشوف ريلز اونلاين عشان اعرف التراك دي والهاك دي ماشي. فانا لسه في الليرنينج بروسيس، فانا دي الحاجه اللي انا بحبها او الحاجه اللي انا بفكر كتير، فانا عايزه اقدمها، بس انا لسه في الليرنينج بروسيس. يعني ما هو انت بتشاركي الناس في الحته دي بقى، ده اول يوم ليا وانا بتعلم مش عارف ايه في الفوتوشوب، ده تاني يوم ليا، ده تالت يوم ليا، في 100,000 واحد نفسهم يتعلموا. فاللي هو ايه ده؟ طب ما يلا انا عايز اشوف انت عملتي ايه، يعني انا عايز اشوف انت اتعلمتي ازاي. فانت بتتعلمي مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه، فجاه بوم بقيتي جامده، خلاص بقيتي شاطره جدا، فالناس كلها خلاص انت. وطبعا دي بيبقى ليها بقى حاجه اسمها بوزيشننج بقى، اللي هو ما ينفعش دايما تبقوا صغيرين، يعني في مرحله معينه لازم خلاص، مش اليوم الاول ان انا بتعلم، دي الشغلانه، ده الكلاينت ده قال لي كذا، ازاي عرفت اهندلها. فتلاقي الناس بتعامل الناس بالطريقه اللي انا بخليكم تعاملوني بيها. لو حد واثق في نفسه ومش عارف ايه فخلاص الناس هتحترمه. لو حد انتوا ده بني ادمين عادي، اللي هو لو الشخص ده مش بيحترم نفسه مش هيحترمه. فانت ده اللي احنا بنعمله، اللي هو انا بتعلم فالناس هتعاملك ان انت ايه
بتتعلمي، ما تتوقعيش ان بيتزا هات هتكلمك، انما لما تيجي تقولي انا خلاص دلوقتي ده كلاينت يجي يكلمني ومش عارف ايه وبتاع، تبداي بقى تكبري واحده واحده. لان انا ضد الجزئيه اللي هي بتاعت ان انا اكبر نفسي عافيه. عارفين الناس اللي هو انا الفاوندر بتاع، يا عم فاوندر ايه لسه الشركه ما اتعمل، ما هو اصل عادي ممكن يعني اكتب دلوقتي حالا اللي هو فاوندر في كذا. يعني انا كنت كاتبها في السكريبت قبل ما اجي، يعني انا كنت بكتب اللي انا عايز اقوله، ان انا اشتغلت في شركه بالظبط 9 شهور. يعني انا خبرتي في الشركات 9 شهور عشان تبقوا عارفين. في شركه اسمها ميركوري، ما اعرفش تعرفينها، ليها علاقه بالانيميشن والحاجات دي. وبعدها مشيت وفريلانسر بقالي 3 سنين، يعني قبل ما اروح ميركوري ومش عارف ايه وبتاع. وكاتب ان انا الدنيا اجبرتني ان انا افتح البيزنس. الدنيا اجبرتني ازاي؟ ان البنك كلمني، الو انت ايه لازم تفتح عشان الضرايب. فهي انا من نوعيه الناس اللي هو خلوا الدنيا هي اللي تجبركم ان انتوا تبقوا فريلانسرز. ازاي الدنيا تجبرك ان في حد كلمك والتاني والتالت؟ خلاص يا جماعه انا كده دلوقتي بقيت فريلانسر. طب الشركه بتتفتح امتى؟ لما تلاقي ان انت في واحد دلوقتي شغال معاكي، والثانيه والثالثه والرابعه، والبنك كلمك عشان يجري وراكي ومش عارف ايه. احنا جوه البنك اصلا هيجري ورايا هنا، فانا نسيت اني قاعدين في البنك. يعني الدنيا هي اللي بتجبرك ان انت تفتحي الشركه. فعشان الحته اللي هي بتاعت الامبوستر، ما تقوليش حاجه انت مش هي. يعني لو انت لسه صغيره في الحته دي، يعني خلاص. مثلا في حد بيجي يقول لي مثلا سيف انا اعمل ده ازاي؟ سيف اللي هو ده الناس تبقى شايفه ان انا مثلا اقول له لا والله ما بعرفش اعملها. طب تفتكروا لما اقول له كده يحترمني ولا مش هيحترمني؟ مع ان الناس بتحس اللي هو ده مش عارف ايه. طب لما يعملها وتطلع غلط مش هيحترمك. انما لما تديله النصيحه بجد ومش عارف ايه، هو مش هيقول لكم ان هو بيحترمكم، ولكن هتلاقوا ساعات كده في مسجات غريبه بتيجي بعد 3 سنين، اللي هو سيف انت كنت كلمتني مش عارف من كام سنه وكنت قلت لي كذا كذا كذا. دي بقى اللي بتبني الورد اوف ماوث، اللي هو البراند بتاعكم، اللي هو الناس بتقول عليكم ايه. تمام. احنا عشان للاسف الوقت يعني كثير ضيق معنا، حنحكي في اخر شيء عن موضوع ال 3 دي انيميشن از تكنيكال اندستري. حلو. هلا اي حدا برضه بيراجع صفحه الانستغرام بيلاقي انه الشغل كثير ادفانس كثير بروفيشنال، ف اي حدا بده يبدا حيكتئب. حلو. حيلاقي كثير كواليتي عاليه، حتى لما نيجي نعمل سكرولينج لتحت حنلاقي نفس الشيء. فاحنا بس بدنا نعرف سريعا البيبي ستيبس او اللقطه اللي بتخليني اعرف ان انا ممكن مثلا اكون حدا شاطر في الاندستري هذا. طيب مبدئيا المجال بتاعنا بشتغل في ال 3 دي. تمام. ال 3 دي موجود من زمان قوي. اول 3 دي اتعمل هو توي ستوري، انتوا اكيد كلكم عارفينه. ماشي. انا بحب توي ستوري جدا. اتعمل في السنه اللي اتولدت فيها اللي هو 1999. ده كان اول 3 دي اتعمل. حلو. وال 3 دي بقى اللي موجود دلوقتي في مجالات كتيره بقى طلعت منها اللي هو الانيميشن اللي هو الكرتون. تمام. ده مجال ما ظهرش في مصر لحد دلوقتي، او عمركم ما دخلتوا سينما معموله باللي هو مثلا حاجه زي توي ستوري لاسباب يعني فلوس وكده. وفي حاجات تانية اللي هي مثلا زي التخصص بتاعي اللي هو البرودكت انيميشن، واقول لكم ليه انا دخلت في الحته دي ليها علاقه بالبيزنس. وفي حاجات تانية بقى اللي هي مثلا ليها علاقه اللي هي الفي ار، الميتافيرس. احنا داخلين اصلا على زمن اصلا يعني لسه الفلوس هتبدا تيجي في الميتافيرس والحته دي. وفي بقى حاجات تانية اللي هي بقى ليها علاقه بالاركتكتشر، مثلا لو في حد هنا خريج عماره اللي هو 3 دي ماكس. ففي برامج كتير عامه كمان لل 3 دي، منهم 3 دي ماكس. ممكن ده اللي انتوا تبقوا يعني سمعتوا اسمه، في مايا. ولكن المشهور دلوقتي هو بلندر. تمام. ده اللي انا بشتغل عليه. بلندر ده فري، يعني مفيش كراك، مفيش سرقه، احنا بننزله عادي جدا، بينزل تقريبا في 5 دقائق وبيطلع فلوس كتيره جدا. فده البلندر حلو ليه؟ لان الكوميونتي بتاعه كبير قوي. يعني لو دخلتوا دلوقتي على اليوتيوب وكتبتوا 3 دي هيطلع لكم بلندر اول واحد. ولو شفتوا الناس اللي بتتعلم هتلاقوا ان هم معظمهم كمان بيتعلموا في بلندر. فنسبه ان انتوا تنجحوا فيه اسرع، لان لو عطلتوا في اي حاجه، في حاجه مش عارفينها، هتسالوا هتلاقوا اجابه على طول. فليه بقى انا اتخصصت في الحته اللي بتاعت البرودكت انيميشن وهقول لكم بالظبط تعملوا ايه؟ لان دي اللي فيها الفلوس دلوقتي. لان اي محل من المحلات اللي تحت دي او اي شركه عايزه تطلع صوره او فيديو للبرودكت بتاعها عشان ايه؟ تبيعه. ده طبيعي جدا. فده الشغل الموجود فيه اكتر. يعني طبعا لو حد فيكم عايز يتعلم بلندر، هو اليوتيوب فيه طبعا ناس اجانب كتيره جدا، في عرب يعني 3 أو 4، انا واحد منهم. والتيب بس او التريكايه اللي اقول لكم عليها، ال 3 دي مشكلته ان هو كونسبت غريب شويه. يعني احنا طول عمرنا مثلا متعلمين مثلا على الجرافيك ديزاين مثلا او الحاجه اللي هي ال 2 دي، انتوا فجاه دلوقتي بتشوفوا حاجه، فجاه بقيتوا بتبصوا على حاجه عامله كده اللي هو يعني شايفيني من هنا ومن هنا ومن هنا وشايفيني من كل حته. فهي الصعوبه بتاعته ان انتوا بس مجرد ما تفهموا الحته اللي في الاول دي، بعد كده خلاص الموضوع بيكمل. ولكن خليكم عارفين ان اي حد هيخش في المجال ده، انا بقول لكم اهو المجال ده فيه فلوس كتيره جدا. ولكن لو احنا 50 واحد في الاوضه، 50 دخلوا، معظم الناس 49 واحد بيروحوا طالعين، فواحد بيكمل، فالفلوس بتبقى ليه كلها. يعني الفلوس دي كلها راحت للواحد ده. ف يعني لما تخشوا خليكم عارفين ان هو
صعب، ولكن كل ما الحاجه تبقى اصعب كل ما الفلوس بتبقى اكتر واكتر. ف يعني هو زي ما بقول لكم هو موجود على اليوتيوب. انا برضو يعني عامل كورس لسه عامله من قريب، دي حاجه يعني الكورس ده الحمد لله هو كان الهدف منه الاساسي ان انا بشرح الحاجه اللي انا عملتها بالظبط وازاي جبت منها فلوس. والحمد لله في ناس مثلا بعد شهر ونص عملوا شغل للبراندات في امريكا ومش عارف ايه، كل واحد بقى بطريقته. يعني اللي عمل سوشيال ميديا ماركتنج، اللي دخل بعت ل 100 اكونت، دي طريقه من الطرق انا عمري ما عملتها، اللي هو تخش وتبعته كل يوم ل 100 اكونت، ف 100 1 2 3 4 هيردوا. فهي الطريقه كده. ولكن الحاجه اللي انا عايز اقولها هي بس حته ان انتوا خلوا نفسكم طويل شويه، اللي هو الفلوس موجوده صدقوني، في ناس عملتها، بس هي يعني زقوا اللي هو الاكسترا مايل، اللي هو كملوا. انا بضمن لكم ان الفلوس موجوده في الحته دي يعني. تمام. هو احنا بصراحه يعني حابين نقعد اكتر